عايز تعرف ازاي الشخص اللي انت بتتكلم معاه او انت معاه في conversation، في حوار، في جدال، تعرف منين ان هو اتهز امانه، او ان انت كده في كلامك معاه دخلت في حتة هو بالنسبة له مش مريحة. هتقولي طب وانا هستفاد ايه لما اعرف ان انا هزيت امان انسان؟ ما هي حاجة مش حلوة فعلا. هقولك في اخر الفيديو هتستفاد ايه. دايما لما بتبقى في حوار مع شخص والموضوع يعني الجدال يحتد، انه الامور بتتصاعد، ما احنا لما ندخل في كونفرسيشن مع اي انسان الموضوع مش بيبدا يعني سخن. الكونفرسيشنز بتبدا تحتد حبه على حبه. طيب بتبدا الموضوع بسيط وبعد كده بناخد الموضوع بيتصاعد 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 لحد ما يوصل في حته عادي انت مش مستفز لان انت مش مهزوز امانك. تمام؟ ما هو في شخص ستيبل وشخص امانه مهزوز، فحس احنا كده بنقرب للانسكيورتيز بتاعتي، فهنا هو بيحس بخطر. يعمل ايه؟ في نوعين من الناس وكل واحد على حسب رد فعله. في واحد بينسحب ويعني ممكن بقى تروح تعيط، تتزوي لوحدها، تزعل وهكذا. وفي نوع تاني من الناس بيهاجم. ليه بيهاجم؟ احنا متفقين اللي بيهاجم ده اصلا حاسس بالخوف، حاسس بان امانه اتهز، ان احنا داخلين في حته هنا خطر. فبيعمل ايه؟ بيهاجم الشخص اللي قدامه. ليه بيهاجم؟ عشان لما هو بيحس ان احنا داخلين ايه ده احنا هننبش بقى جوايا، احنا هننبش جوايا، وبالتالي انا كده حاسس بالتهديد. ما ينفعش حد ينبش جوايا لان انا ما بستحملش، لان انا مش هستحمل التنبيش ده، نتيجته هتيجي عليا بوجع وانا مش عايزه اتوجع. ده كله هو نفسه الشخص ده ما يدراش عن الموضوع ده. انا بكلمك في حته، يعني حته هو نفسه ممكن ما يبقاش عارفها، وممكن هو ما يبقاش عارف هو بيعمل ايه، ومن هنا تيجي اللي هي في ناس كتير توكسيك وهم مش عارفين ان هم توكسيك اصلا. المهم، فالتنبيش اللي جوايا ده هيوجعني وانا مش عايزه اتوجع. فاقوم اعمل ايه؟ بدل ما التفت لنفسي وخليني في نفسي واطور من نفسي عشان نصلح من ذواتنا، وبالتالي نصلح من المجتمع ونرتقي بالمجتمع الى مجتمع افضل، لا، احنا نعمل ايه؟ صبعنا على اللي قدامنا على طول، نرمي القصه اللي انا بعملها على اللي قدامي. هضايقك بقى، مش انت اللي وجعتني، دي حاجه. كمان بدل ما تركز معايا وبالتالي لما ننبش جوايا انا اللي هتوجع، لا، ما تتوجع انت اولى، ما ننبش جواك انت اولى. ليه؟ عشان لما نتشغل فيك هتبعد عني، فاوجعك وننبش فيك انت ونخلينا مركزين فيك انت اولى. ليه؟ انا مش عايز اتوجع، فتوجع انت. لما نبقى مشغولين فيك كده هتسهى عني وتسيبني، فبالتالي انا مش هتوجع. فيقوم عامل ايه؟ هتلاقي فيه دايما كلمات مشهوره، حتى اللي هو يعني كلمات هما ما بيغيروهاش، هو كلمات دايما معروفه ان انت اول ما تسمعها اعرف ان هو التكنيك ده بقى اللي بيتم بقلب الترابيزه عليك عشان انت تنسى اللي انت بتعمله فيه وايه ونتشغل فيك انت. يقوم قلب الموضوع شخصنه بقى، يقوم قلب الموضوع شخصي عليك انت. حتى انتم متخيلين الموضوع ده كان بيحصل في الجلسات، يعني ايام ما انا كنت بدي جلسات الموضوع ده كمان كان بيحصل. انتم متخيلين؟ طب يعني انت جايه لي في جلسه اللي هو يعني هعمل ايه؟ يعني مش هنبش جواكي، اقعد اطبطب عليكي، ما احنا يعني مع ايه وكلمه. انا دايما بقول كده، الهيلينج مش للضعفاء. انت عايز تهيل وتحسن من حياتك وتنظف صدماتك وتنظف تروماتك وتنظف مشاعرك المنيله بنيله، لازم تبقى قدها، اذروايز روح العب بعيد. فاهمين الفكره؟ بس لما الموضوع يقلب شخصي بقى، لما دايما تلاقيها بتقولك ايه؟ دايما تلاقيها بتقولك طب انتي مالك متعصبه ليه؟ اهدي. او مثلا تقولك طب اهدي. او مثلا تقولك طب انتي مالك اتضايقتي قوي كده ليه؟ وانتي ما بتبقيش ولا اتضايقتي ولا اتعصبتي ولا اي حاجه. انتي ده يعني هي جايه لك عشان انتي تساعديها، او مش جايالك واحنا قاعدين في مناقشه، حتى لو صحاب على فكره. انتوا متخيلين الموضوع بيقلب فين؟ فاهمين الفكره؟ فالموضوع ده مش بس جلسه او لايف كوتش في جلسه مع عميل او كذا، لا، الموضوع حتى في علاقاتنا اليوميه. فدايما اول لما تلاقيها قالت لك الكلام ده
انه عايزه تقلب الموضوع على وجعك انتي، وانتي مش موجوعه، هي عايزه تنبش جواكي انتي عشان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو انه تسهي عنها فتبطل هي تتوجع. تمام؟ انتي لو فراجايل، لو اتنين بيتكلموا في موضوع وانتي فراجايل، انتي كمان هتتوجعي فهتستفزي، فهي نجحت ان هي تستفزك لان هي شايفاكي في الاول انتي بتحاولي تستفزيها، مع ان الموضوع ممكن يكون جه بالصدفه البحته. بنتكلم في موضوع عام، موضوع ديني، موضوع عائلي، موضوع مشاعري، موضوع دراسي، كل واحد وتروماته. فمن هنا بيجي موضوع الاستفزاز، هي حد بيستفز حد وحد التاني بيقوم ردد عليه باستفزاز، تقول لك انت ما استفزتي كده ليه؟ انا ما كنتش اقصد، ده انا بقول لها، ده انا بعمل لها ده. طيب السؤال بقى اللي هيجي في بالك، طب انا هستفاد ايه لما اعرف انا هزيت امانه؟ هستفاد انا بايه؟ هنا انت قدام خيارين. اول لما تعرف انت هزيت امان اللي قدامك لان انت عندك العلامات ان هو قلب الموضوع شخصي، هنا عندك الاختيار على حسب عمق العلاقه وعلى حسب انت عايز ايه. لو يعني مثلا لو انا ايام ما كنت بدي جلسات، واحده جايالي في جلسه، خلاص مش هكمل معاها، ليه؟ هي مش عايزه تساعد نفسها فبالتالي انا مش هساعدها. لكن لو مثلا 2 صحاب، 2 اخوات، علاقه كلوز، انت حبيبها، عايز مش عايز تخسر العلاقه، هنا بقى انت عندك الاختيار. فانت لو العلاقه مش فارقه معاك، ممكن ببساطه تحفظ طاقتك وتشتري دماغك توقف الجدال معاه وتقول له انت صح. طبعا تهز راسك معلم، خلاص، وايه، وتوصله لديد اند، خليه يفتكر ان هو ايه، انا فزت، خليه يفتكر ان هو فاز الحوار، لان هم بيبقوا يعني عندهم بقى ايجو طبعا، فبيبقوا ايه، خليهم مفكرين ان هم اللي فازوا. تمام؟ فازوا النقاش وانت صح. ده لو انت العلاقه مش فارقه معاك، فاشتري دماغك وكبر دماغك وطنش. طيب لو العلاقه فارقه معاك، انت دلوقتي هنا عرفت ان انت هزيت امان شخص انت بتحبه، فهتعمل ايه؟ هتعرف ان هو طالما هاجم يبقى هو مش مستعد. خلاص، دي حاجه احنا المفروض بقى خلاص نبقى عارفينها. هو طالما وصل لمرحله انه يهاجم او يقلب الموضوع شخصي عليك انت، هو هنا مش مستعد، مش عايز يتوجع ومش عايز يتألم وخلاص، فارحمه. يبقى مش وقته الكلام دلوقتي في الموضوع ده. في ناس بقى بتفضل تتك على اللي قدامها، لا ما تتكش عليه، ليه تتك عليه؟ احنا قدراتنا مختلفه. في واحد يتحمل الوجع والألم، وفي واحد شخص يعني واعي وعنده وعي كامل وإدراك كامل باللي بيحصل حواليه وإدراك بمشاعره، وعارف هو بيمر بايه، وعارف اللي قدامه ده جاي بيوري له ايه جواه وبيعكس له ايه جواه، والكلام بقى الجميل اللي احنا عارفينه ده كله. ففي ناس عندها الوعي الكافي بنفسها، وفي ناس لا. في ناس تقدر تتعامل مع مشاعرها وفي ناس لا. في ناس عندها وعي بس دلوقتي مش جاهزه، مش عايزه دلوقتي. فانت لازم تحترم ده. ليه؟ لان انت شخص باقي على العلاقه. لان انت لو ما احترمتش ده واتكيت عليه، الموضوع هيقلب بقى بخناقه، والموضوع هيتصاعد وهيكبر وهتمسكوا في خناق بعض، وانت مش عايز كده. انت بتحب، المفروض ان انت بتحب الموضوع، بتحب الشخص اللي قدامك ده. فانت اول لما تلاقيه اتهز كده وحس بان احنا قربنا للانسكيورتيز بتاعته وقربنا لحته مش مريحه عنده، تروماته بقى وحاجات قويه، خلاص وقف. اوكي؟ وقف بقى وغير الموضوع، وقف وروح بقى في يعني انت يعني خلي بقى عندك دبلوماسيه في الحوار. فما تتكش عليه، بمعنى اصح كده بالبلدي، يعني ارحمه واهدى بقى، اعرف ان الحته دي لبش، الحته دي عنده بتوجعه، فخلاص.